السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ فيديو النهارده فيديو ملوش حل. بصوا هنفصل، تعالوا نفصل ملايه للسرير. حته قماش 4 متر، 4 ونص لسرير اوضه النوم. لو انتي القماشه مقصره معاكي بواقي قماش مش قادره اقول لكم، بيبقى عامله الملايه كلها على بعضها ما تجيبش معاكي 100 جنيه. الاستاذ حمودي قعد وساعدني في القص بتاع الملايه، ولا افتكاسة ولا مزورة ولا مقاسات ولا أي حاجة. مترين 2 وربع من أي قماشة معاكي، أيا كانت بقى الفضلة اللي انت جايباها، وتقصي. السرير مترين 2 وربع، والمخدة بتاخد متر ونص. المتر ونص دول بتعملهم للمخدتين الاتنين. قصيت مترين وربع دول الملاية، ولا عايزة مزورة ولا عايزة أي حاجة خالص. بصراحة قسما بالله قص وتفصيل ما بتكملش معاكي ساعة زمن. لو انت عاملاها من غير اي حاجة، عايزة بقى تعملي فيها بقى ايه شغل وحبشتكنات والكلام من ده ولعب وشخاليل، تاخد معاكي ساعتين. تقعدي بقى ايه تظبطي بقى ورد، كلوشات، مش عارف ايه. انا كان عندي طرحة ليها اكتر من 20 سنة، قسمتها 3 حتت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بعد ما تنيت الملاية 4 جوانب وسبت الجنب اللي انا هركب منه، بصوا بقى دي ايه حركة هعملها. دبوس بحطه في الدواسة من غير دواسة فرونس ولا اي حاجة. بصوا ولا سحر ولا شعوذة. القماشة بتعمل معاكم الطرحة دي شافون يا حبايبي. قسمتها 3 قطع ورحت مجنطاها وحطيت الدبوس في الدواسة، واداني نفس الفرونس اللي انتوا شايفينه ده. انا عندي دواسة فرونس لان انا ترزية قديمة يعني. الجنب ده انا تانيته عشان نظافة، لان ما عنديش مكنة اوفر، فبحاول ان انا انضف الشغل مع نفسي من غير مكنة اوفر. وده شريط كان عندي رحت حاطاه فوق الفرونس، وتدوسي عليه برضو بنفس الطريقة. بصوا سهلة جدا جدا جدا، ولا مزورة ولا مقاسات ولا اي حاجة. الملاية مترين وربع، متر ونص للمخدتين. ده الجنب التاني برضو حطيته الدبوس بعد ما تنيت الملاية الجنب التاني، ورحت حاطه الدبوس. ممكن اركب الدواسة بتاعت الفرونس بس انا بستسهل. وده شوفون بصراحة يعني بيتاخد فرونس بسرعة يعني، ما بياخدش معاكي حاجة. عملت منها الملاية وكيسين وخداديتين تحفة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير. وادي الملاية بعد ما خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.